صلي على محمد وآل محمد. إخوان، طبعا هذا التراب هو من قبر الإمام الحسين، حصل من القبر الرئيسي، من القبر اللي داخل القبر. هناك من يشكك في تربة الحسين، لكن هذا التراب يختلف عن كل التراب، يعني حتى على التربة التي تصلي عليها الناس. ليش؟ باعتبار ان الروايات اللي وصلت هذا التراب يوم عاشوراء يصير احمر يصير كذا، هناك من يكذب هذه الحادثه. هسه الحج ابو لطيف موجود عندي تراب من قبر الحسين الاصلي، طبعا من القبر المبارك، قبر السيد الشهداء اللي كتب عليه الامام زين العابدين هذا قبر الحسين بن علي بن ابي طالب. هسه الحج ابو لطيف راح يخليه بالمي حتى خلي العالم كله يشوف بان هاي تربه الحسين. شوفوا شلون راح تنقلب التراب، ينقلب من تراب الى دم. وهسه راح تشوفون القضيه. الحج ابو لطيف راح يشوف قدامكم القضيه شوي. اللهم صل على محمد. هذا التراب طبعا هذا من قبر الحسين، هذا صار لونه لون الدم. هذا يخلي العالم يشوف، يعني حتى اليوم اللي يشكك في هاي التربه المباركه، اللي يشكك في تربه الحسين، اللي يشكك يعني للامانه هناك واحد، يعني هناك شخص من اهالي المدينه واخذ من هذا التراب، وانا كنت موجود قاعد انا والملا علي الدلفي، واخذ من عندنا تراب. كان مصاب بمرض السكر طبعا، لكن بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل هذا الماء، انظروا الى الماء كيف اصبح يتغير، انظروا الى الماء كيف اصبح يتغير. هذا اللون الاحمر، لون الدم الاحمر الحقيقي. هذا شوفوا اخوان، شوفوا شو انتبهوا، شوفوا زين. حجي بالاضافه لهذا اشتم العطر، يعني اشتم العطر، اذا مشتم هيك عطر بصور بعدين اشتم. السلام حجنا حج تجيب لنا بطل اخويا هذا بسلك.